السلام عليكم. الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده انا والله ما كنت عايز اتكلم فيه، بس لقيت الموضوع بقى زاد عن حده قوي ومش عارف الحاجات دي بتيجي منين. ناس تقعد تقول في كلام ان الكويتيين بيضربوا المصريين والمصريين بيضربوا الكويتيين وبيبقى في مشاكل ما بينهم، والعلاقه في الكويت الناس بتهين المصريين. والله يا جماعه الموضوع ده ما مش موجود، يعني انا مش بشوفه طول ما انا من ساعه ما دخلت الكويت من 2018. انا ما شفتش الحاجات دي، انما في حالات فرديه ده بتحصل في اي دوله، ممكن تحصل حالات فرديه. انما الناس هنا، يعني احنا هنا كمصريين مش اقل من 600,000 او 700,000 مصري. الناس بتتعامل بكل احترام معانا، مفيش اي مشكله، والطبيعي ان انت يوميا كمصري عايش في الكويت هتتعامل مع شخص كويتي، وكذلك الامر اي واحد كويتي بيتعامل مع المصريين. اصحاب الشركات اللي احنا شغالين فيها كويتيين. المباني اللي بتتبنى اللي في المدن الكتيره دي كلها بيشتغلوا فيها ناس صناعيه مصريين، والحياه هنا عاديه جدا، والناس هنا بتشتغل وبتسترزق. واي حد بيخش البلد دي بيكون ناوي ربنا يكرمه ويشتغل، ربنا بيكرمك وبتشتغل وربنا بيكبر بخاطرك وبتطلع من البلد دي مجبور الخاطر ومرضي، والحياه كلها زي الفل. انما الحاجات اللي بتطلع دي حالات فرديه، ده وارده ممكن تحصل في اي مكان. وفي ناس بتبقى مدعومه ان هي تبدا تبين حاجات مش كويسه ان كان في مصر او كان في الكويت. في ناس طبعا بتكون عايزه تتشهر هنا في الكويت، فيبداوا يشتموا على مصر عشان الناس تخش تشاهدهم. كذلك الامر بيبقى في ناس في مصر بيعملوا فيديوهات، فعايزين ناس من دول الخليج او من الخاص من الكويت تقعد تشاهد الفيديوهات بتاعتهم عشان خاطر الارباح تكون ازيد، اللي بتكون جايه من دول الخليج بتكون ازيد. ويبداوا يطلعوا في اخبار مش حقيقيه وحاجات مش حقيقيه عشان خاطر يبداوا يخلوا في فتنه ما بين الشعبين وما بين الكويت وما بين مصر. انما في الحقيقه الموضوع ده كله مش موجود ومش حقيقه. وفي ناس بتبقى عايزه، هي دي شغلانتها، بتبدا تفتن ما بين الشعبين. انما في ناس كتير بتمشي ورا السوشيال ميديا وبتتبع الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا وتقول لك بالفعل ده بيضربوا المصريين، بالفعل مش عارف ايه. انما والله ده ما حقيقه خالص. وانا ما بقولش الكلام ده عشان انا في الكويت، انا لو بطلت سفر من الكويت برضه هقول نفس الكلام، ان انا ما شفتش غير كل خير هنا في الكويت، واللي انا بشوفه انا بقوله. انا لو شايف حاجه غير كده مش كويسه ما فيش حاجه تجبرني ان انا ابدا اقول اعمل فيديو واتكلم في الحاجات الكويسه اللي انا بشوفها والحاجات الحلوه اللي انا بشوفها. ما كنتش هقول رايي اصلا في هنا او هنا عشان خاطر انا حاجه مش مقتنع بيها، فما كنتش اتكلم فيها. انما وحياة ربنا الموضوع ده مش موجود اصلا. وفي اخر الكلام عايز اقول ربنا يحفظ الدول العربيه كلها، وربنا يبعد عننا الفتن ويبعد عننا الناس الحقوده اللي بتبدا تفتن علينا وتبدا تطلع الحاجات اللي مش كويسه عشان خاطر تبدا الناس تبدا تكره بعضها، ويبدا يكون في حاله مش طبيعيه ما بين الشعبين، ويبدا يحصل في حاله كره ما بين الشعبين. اتمنى ان ده ما يحصلش، اتمنى ما تسمعوش كلام من السوشيال ميديا عشان الحقيقه غير كده خالص. ربنا يديم المحبه دايما على طول ما بيننا. السلام عليكم واشوفكم على خير.